السلام الخوت والحبان، نتمنى قاع تكونوا بخير بصحة جيدة. نوجد لكم كيك دورونج كيجي هائل ما شاء الله وخفيف والبنة فيه هائلة. وعندكم السر نتاع التفرقيع اللي كيجي الكيك مفرقع تاير نعطيها لكم، والسر ديالها باش يجي مفشفش ما شاء الله كما كتشوفوا في لا فيديو كيجي هكا مفشفش ما شاء الله. ونتمنى تجربوا هذه الوصفة وبالصحة والراحة. وما نطولش عليكم لا فيديو، ندخلوا الوصفة ان شاء الله ديريكت. كما كتشوفوا كيجي هائل ما شاء الله. يلا ندخلوا الوصفة دابا. انا هنا درت 4 ديال الكيكات، غادي نعطيكم الوصفة غير على حساب كيكة وحدة. عندنا هنا 3 ديال البيضات، يكونوا كبار كانوا صغار ديروا 4 البيضات. عندنا السكر خاسين كاس 150 غرام، ورشة ملح، ياغورت واحد، دانون واحد كبير. عندنا الزيت كاس تا هو اللي بغى يعبى بالكاس 150 غرام. وعندنا ان شاء الله ملعقه صغيره ديال العسل، اللي ما توفرتلوش معليش ما يديرهاش. عندنا قشور يعني نصف ليمونه. وغادي يكون عندنا 300 غرام ديال الدقيق، وساشيه خميره الزا، وواحد شويه بودر فاني. ضروري ما ديروا بودر فاني باش تحيد ديك الزفوريه ديال البيض، هي اصلا غادي تحيد داك الجزء ديال الرونج. نعصي ديال الليمون كاس، وملعقه يعني كبيره ديال السكر. هذا غادي نطيبوه نخلوه في التالي نطيبوه، يعني غادي نسقاو به الكيك ديالنا. هنا نديرو السكر بطريقه نديرو سنيده، وزيت السيترو قشور ديال الليمون هكا. عاد كنديرو ديك سنيده كيما وريتكم لا فيديو نتاع كيك سيترو، كيما كنديرو في كيك سيترو باش تعطينا ديك المذاق، باش تولي حامضه ديك سنيده. مرة كنزيدو البيض نبقاو نضربو كيدوب ديك سنيده صافي. يدوب ثانية صافي كتعطينا واحد الرغوة كما كتشوف لا فيديو. صافي هنا كنزيد العسل ديالي ونخلط. ضروري ما تخلط غير بالضرة في ساعة يوجد، وكيجي هائل ما شاء الله. نتمنى تجربوه وتردوا عليا. واحد شوية خل ضروري، انا مبينتوش في لا فيديو ولكن ضروري كندير الخل باش يجي مفشفش ما شاء الله. والسر ديال العسل اللي قلتلكم ديروا عسل باش الكيك ديالنا كيطول. كاين اللي كيدير له التريمولين، ولكن اللي ما توفروش التريمول مع كيتقام غالي شويه في كيتباع المواد الحلويات، يدير واحد معلقه صغيره ديال العسل باش كيطول الكيك ديالنا كيطول ما يقصحناش في الساعه. صافي كندير دانون ديالي ونحرك يتخلط لنا دانون. صافي غادي نزيدو موراها الزيت. وضروري ما وريتكمش لا فيديو، غادي ديروا من الوصفه تلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي نزيدو زيت السيترو، وغادي نزيدو ان شاء الله نزيدو كاس نص كاس ديال عصير ديال الليمون. حنا كنقولو في وجدنا التشين. صافي مورا كنزيد الزيت كاس ديال الزيت. هنايا درت 4 ديال الكيكات وعطيتكم على حساب كيكه واحد، والكيكه المول ديالها غادي يجي فيه هاديك 24 سنتيم في الطول ديالها. مورا نزيد العصير ديال الليمون دورونج. صافي كنخلط. مورا يبقى لنا الدقيق نخلط هكا بشويه. والدقيق ضروري ما يكون مغربل، ضروري كنأكد عليها ونعاود. وهاد الكيك باش يصدق لكم تبعوا الطريقه غادي يجيكم ما شاء الله هائل. والسر ديال ديك التفرقيعه باش تفرقع لكم الكيك بحال هكا كندير واحد الكورني فيه الزبده تكون درجه حراره الغرفه ما تذوبوها ما والو. درجه حراره الغرفه تكون دايبه غير راسها. كندير حشيه في الكورني وكندير خطيط عادي. ملي نبغي نطرحها كندير خطيط وكنطرحها. هاد الكيك دالي انا دالي 45 دقيقه على 160 درجه، وكل واحد والفران ديالو. باش ديرها في الدار يتنقص الغاز ديالك، تنقص مزيان تكون عافيه غير زرقاء. والفران ما ديروش يسخن بزاف تيوصل لواحد الحراره كبيره يعني باش ما يطيبلكمش في ساعه بالخف. ديرو غير واحد شويه سخون صافي طرحوا الكيك ديالك. صافي كنخلط وغتشوفوا القوام ديالو كي كيجي هكا. انا دالي 300 غرام يعني العبار اللي عطيتكم دالي 300 غرام عبار، وساشيه ديال ازا اللي هي 8 ديال الغرامات. صافي نتمنى كلشي يكون مفهوم. هذا هو القوام ديالو كيجي هكا ما شاء الله. صافي غادي نديرو فيه ليمون ديالي دابا. هذا هما ليمون. انا ليمون درتهم شويه صغار. نتوما غادي ديرو 24 سنتيم هكا في المول غيجيكم عبار. الوصفه اللي عطيتكم عبار. انا درتهم شويه صغار عطاوني 5 ديال الكيكات.
صافي هادو فيهم واحد 20 سنتيم هكاك وقيلا على ما أظن. نتوما غادي ديرو في الطول، اللي بغا يديرها دايرة عاوتاني يديرها دايرة، نتوما لكم الاختيار. والسيركل كنجيبو فيهم النص ميجيوش عامرين بزاف. صافي كيما قلت لكم كندير واحد الخطيط في الوسط، هذاك هو السر ديال تفرقع الكيك يجيكم مفرقع. هذا هو السر ديال التفرقع. هانتوما كيما كتلاحظوا كيجي خطيط الوسط كي جات مفرقعه ما شاء الله دير 45 دقيقه. والمول ضروري دهنهم بالزبده. صافي داك السيرو درت فيه كاس، تقريبا كاس ديال عصير، وواحد معلقه كبيره ديال السكر. كنغليهم غير يغلى نحيدوه. كي كنخرجو الكيك كنسقيوه هكا بانسو بشيته. صافي وكنقدموه هكا ما شاء الله في البلاطو، ولا اللي بغى يقطعها يقطعها. ثم لكم اختيار هكا محدو سخون كنخليه يبرد نقطعو. نهاري كنت مزروب انا زربت عليه ما خليتوش حتى يبرد مزيان وكيجي مفشفش ما شاء الله. ونتمنى يكون الدعم ديالكم ومرحبا بالجميع. وما نتمناش نكون طولت عليكم في هذا الفيديو. ومرحبا بالجميع. ولا اول مره يشوف القناه ديالي يفعل الجرس ويدير ابوني باش يوصلو كل ما هو جديد. كي كيجي ما شاء الله مفشفش ما شاء الله. وهادي الديكور لا فينيسيو التالية باش فينيتو، هادي الريزولطة الأخيرة. ومرحبا بالجميع. عند الشافعي بدو. يعني نتلاقاو في لا فيديو اخر ان شاء الله. لا فيديو ان شاء الله الاخر غادي يكون ديالنا يعني كيك ماربري. وما شاء الله غادي يكون واحد الكيك رائع حتى هو كيك شوكولا. هادي ما شاء الله ندير لكم لي كيك مرة باش نفوتو لاكلاص تاع الصيف ان شاء الله. ومرحبا بالجميع. وما تنساوش الدعم والاشتراك. واللي ما فهم شي حاجه يخليها لي في التعليق. ومرحبا بالجميع. يلا حتى لا فيديو ان شاء الله القادم ان شاء الله. ومرحبا بالجميع. يلا مع السلامه وتهلاو في راسكم.